لعنة الراس المفتوحة الجزء التاني. تحذير: اللي جاي ده مش قصة، دي وثيقة نجاة. لو قلبك ضعيف ما تكملش الفيديو. بعد ما مات صاحبي وشوفنا الكاسيت حاولنا نرجع الراس مكانها ونقفل الصندوق، بس كل مرة نقفله الصندوق يتفتح لوحده الساعة 3:07 الفجر، وكل مرة بتزيد فتحة العين أكتر. أنا مروان خبير فحص الأدلة. دلوقتي أنا مش بكتب تقرير، أنا بكتب اعتراف. بعد ما شغلنا الكاسيت ومات وليد بدأت تحصل حوادث غريبة للناس اللي شافوا الراس. واحدة مننا اسمها نرمين قالت إنها حلمت بالراس وقعدت تضحك لها طول الحلم، وقالت إنها لما صحيت كانت حاطة إيديها جوه التلاجة وبتدور على دم. تاني يوم دخلت القسم وهي شايلة كيس فيه عين، وقالت دي كانت بتبصلي وأنا نايمة فقلعتها. بس الحقيقة المرعبة إن المشرحة اللي استلمت جثة الراس قالت إن الراس دي مش متحنطة بالطريقة العادية، الأنسجة سليمة بنسبة 38% رغم مرور أكتر من 60 سنة. بس الغريب العين فيها بؤبؤ بيتحرك، وأشعة المسح أثبتت إن في حاجة زي دودة بتتحرك جوه الجمجمة. لما رجعنا نسمع باقي الكاسيت الدكتور اللي سجله قال أقسم بالله الراس دي كانت لست ماتت بعد ما دخلت في طقس استحضار أرواح، بس اللي حضر ما كانش روح، كان كيان وقرر يعيش جواها. حذرناها لكن هي قالت عايزة أعرف اللي بعد الموت، وكانت آخر كلمة قالتها قبل ما تموت لسه ما بدأتش. وأغرب لحظة وأنا راجع البيت بعد ما بعت كل التقارير لقيت ورقة تحت باب الشقة مكتوب فيها المفتاح الرابع في بيتك. أنا ما فتحتش الباب لكن حاسس إن في حد جوه. أنا بدأت أشوف الراس في مراية الحمام والساعة بتقف على 3:07 كل ليلة حتى لو مش مظبوطة. وفي الليلة اللي فاتت سمعت الكاسيت بيشتغل لوحده بس صوتي كان هو اللي بيتكلم جواه. يا ترى أنا اللي جاي عليا الدور ولا أنا بقيت جزء من الصندوق العاشر؟ في الجزء اللي جاي هنفتح ملفات الصندوق رقم 10 اللي ممنوع أي حد يقرب منه، وهنكشف السر ورا رقم 3:07 وليه في محقق مات بعد ما كتب جملة واحدة في دفتره الراس بتتنفس. لو عايز يوصلك الجزء الثالث اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة.